من داخل ملتقى أنت ملهمة معانا الدكتورة منى فوزي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتشرفت بيكي، اتفضلي. ألف ألف مبروك نجاح المؤتمر والتنظيم الأكثر من رائع. الله يبارك فيكي، ميرسي لذوقك. حضرتك طب ممكن تقول لنا بقى العدد بيبقى قد إيه؟ وطبعا في ظل ظروف كورونا اللي احنا فيها والإجراءات الاحترازية بتكونوا واخدين احتياطاتكم إزاي؟ الحقيقة أنا عدد التنظيم عندي كتير، يعني مش ما عنديش عدد معين. عندي بنات بتتم مهمتها على أكمل وجه. بيبقوا فاهمين هم يعملوا إيه بدون أي مديهم، لأنه طبعا مع احتياجاتهم طبعا دايما في إيفنتات ودايما بينزلوا في التنظيمات الكتيرة اللي احنا بنعملها، فهم فاهمين شغلهم قد إيه. هم بيتعبوا معانا الصراحة، بيتعبوا بطريقة غير طبيعية، بيأدوا شغلهم بطريقة جامدة ومميزة. عندنا فريق تنظيم مميز جدا. طبعا بيبقى واخد شغل ماشي عليه بالظبط. فعندنا الاحتياطات الاحترازيه اللي احنا بناخدوها بتبقى عباره عن، انا ما اقدرش افهمها هي هتعمل ايه، لان هي فاهمه شغلها كتير، فاهماه بدل المره 10 يعني. فهي بتقدر ازاي تتعامل مع الشخص، وازاي تديله الطاقة اللي هو يكون فعلا يعني متعاون معاها. بعدين في ظل الظروف اللي احنا فيها كمان كورونا طبعا حضرتك شايفة احنا وصلنا لإيه. فاحنا اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا قدرنا نطلع الشكل الجميل اللي احنا فيه دوت، ونوصل للمرحله ديت مع الناس، ونوصل لهم قد ايه ان احنا مش هنقدر نتعدى ظروف المكان اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها طبعا. فهم تعبوا معانا، وانا بحييهم على دوت، وبشكرهم جدا لان هم بيشتغلوا من قلبهم بجد، وبيوصلوا رسالتهم للناس كتير. فانا بشكرهم وبحييهم، هم طبعا موجودين معايا. فيعني الشكر ليكم وكل الاحترام والتقدير ليكم على تعبكم ومجهودكم المبذول معانا. بحييكم وشكرا ليكم جدا. شكرا ليكم. طب أنا واحنا داخلين طبعا المؤتمر لقينا طبعا الإجراءات الاحترازية كويسة جدا، وفي جهاز الحرارة لو في حد درجة حرارته عالية ممكن ان انتوا تقولوا له لا ما ينفعش. اكيد طبعا، لان هو مش هيأذي بس نفسه، ده هو احنا مش خوفنا على فرد، احنا خوفنا على مجتمع كامل. مجتمع كامل. احنا دلوقتي لو عندنا فرد واحد، الفرد ده هيتعامل مع اكتر من 10 افراد في اليوم، فاحصائيا كده احنا بنضربها 10 في العدد الفلاني هيطلع يعني عدد كتير. فهو هيبقى حرام علينا احنا، وحرام عليه ان احنا نضحي بحياته وبحياتنا. احنا لازم نحافظ على الصحة العامة، احنا لازم نبقى عندنا بلان معينة بنمشي عليها، لان احنا عايزين دلوقتي نعدي الفترة دي على خير، ربنا يرفع عنا هذا الوباء. احنا بقى على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نبعد عن جميع اي حاجة يعني فيها اختلاط، فيها تجمع كبير. احنا دايما ماشيين باجراءات احترازية معينة، بخطة معينة. احنا الخطة دي بنقعد فيها ايام عقبال ما نقول بس هيتحرك الفلاني من مكان لمكان ازاي. ما ينفعش اتنين يبقوا في المسافة مع بعض، احنا كل دوت بناخد فيه وقت. لو حد طبعا مريض او درجة حرارته عالية بنرجعه، مثلا قدرنا نساعده في ان احنا مثلا معانا طبيب بنوجهه للطبيب، هو اللي يقرر ساعتها اذا كان في اشتباه او كان درجة حرارة عادية، لان في الفترة ديت درجة الحرارة دي بتبقى يعني حاجة مهولة. اول ما نقول لحد درجة حرارة عالية اكيد طبعا، وكل ده احنا بنبقى ماشيين عليه، وبيبقى القرارات بتنزل عليه صارمة، لان اهم من كل ده ان احنا نحافظ على حياة الفرد، مش يجي يتكرم يفرح فترة وبعد كده يتعب ويبقى كده احنا واخدين ذنب. لا، احنا دلوقتي مهمتنا ان احنا نجاح المؤتمر صحة الفرد. الفرد هو المجتمع من غيره نوبة. شكرا لك. طبعا احنا تعرف بيكي. نورهان خالد، أخصائية نفسية وجاية هنا المؤتمر كأورجانيزر، يعني منظمة للمؤتمر. دلوقتي في طبعا في ظروف ظل أزمة كورونا طبعا في بقى النظام كرسي وكرسي ولا لا ممكن تدخلوا ناس؟ طبعا احنا طبعا حاولنا جدا ان احنا نحافظ على كده وعلى يعني على التباعد، وعلى ان هم يبقوا ملتزمين بالكمامة، ونوهنا على كده جدا. والحمد لله الموضوع كان تمام لحد ما كان منظم بشكل كبير. كنا مبسوطين جدا يعني بصراحة النهاردة. شكرا لكم. شكرا يا دكتورة، وتنظيم أكثر من رائع.